من بعد الهزيمة في مباراة الذهاب ب2-0. مباراة الإياب تحت ضغط كبير على برشلونة. واش برشلونة غادي يتأهل هاد الليلة ولا غادي تخسر؟ بالنسبة لبرشلونة فخاصو يسجل على الأقل 2 الأهداف باش يرجع في المباراة. بالنسبة لأتلتيكو فعنده أفضلية مريحة، وغالبا سيميوني غيلعب بدفاع منظم ويعتمد على المرتدات. بالنسبة لبرشلونة، بالنسبة لمفاتيح المباراة فالبرسا خصها الفعالية قدام المرمى. يعني أهم نقطة خصها تحاول تسجل في الدقائق الأولى، وكذلك تجنب الأخطاء الدفاعية وتلعب بصبر وبلا تسرع. بالنسبة للخطة لأتلتيكو مدريد فغالبا غادي يلعب سيميوني بتنظيم دفاعي قوي كيف العادة كما كيدير، وكيغلق المساحات وغادي يستغل الهجمات المرتدة السريعة. إذن مباراة ستكون شيقة. وبالنسبة للسيناريوهات الممكنة في هذه المباراة، هدف مبكر لبرشلونة في الدقائق الأولى غادي يخلي المباراة تكون مشتعلة بزاف ومفتوحة على كل الاحتمالات. بالنسبة كذلك لصمود أتلتيكو مدريد فغادي يعقد المهمة على البرسا. بالنسبة الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد، إلا سجلت الأتلتيكو في المباراة، إلا سبقت الهدف فهي كيعني نهاية حلم أو نهاية شبه رسمية للحلم بالنسبة للبرسا. بالنسبة للمهمة صعبة ولكن ماشي مستحيلة بالنسبة لبرشلونة كما معودنا، وخاص يكون مركز وفعال باش يفوز في هذه المباراة وتجنب اي خطأ غادي يكون ثمنه غالي بزاف. واش كتشوف برشلونة قادرة دير رومونتادا ولا اتلتيكو غادي يحسم التأهل؟ لقاو الرأي ديالك في التعليق.